في مشهد يثير الكثير من الجدل حول حرية الصحافة في المغرب، قضت محكمة الاستئناف في الرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بالسجن النافذ لمدة 1.5 سنة وغرامة مالية ثقيلة. الصحفي المهداوي مدير موقع بديل أدين بتهم خطيرة، من بينها نشر وبث وقائع اعتبرت كاذبة بهدف التجهير والقذف العلني بوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي. الحكم لم يقف عند السجن فقط، بل فرض على المهداوي تعويض مالي قدره 150 ألف يورو لصالح وزير العدل، رغم أن الوزير طالب بتعويض يقارب 1,000,000 يورو. أمام المهداوي 10 أيام فقط للطعن في الحكم أمام محكمة النقد، لكن رغم ذلك يمكن أن يعتقل فورا بناء على هذا الحكم الاستئنافي حسب ما أكده محاموه. القضية الحالية ليست الوحيدة، فهناك 4 شكايات أخرى ضد المهداوي من نفس الوزير، 2 منها بدأت جلساتهما و2 لا تزال النيابة العامة لم تحركها بعد. المنظمات الحقوقية عبرت عن قلقها من استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من مدونة الصحافة والنشر، وهو ما يعتبر تراجعا خطيرا في مجال حرية التعبير. ويستمر الجدل حول البيئة التي يمارس فيها الصحفيون عملهم في المغرب وسط قيود مشددة وغياب الشفافية في الوصول إلى المعلومات.